السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد. معانا النهاردة هنعمل بقى البليلة أبو العاشورة. يعني أنا هعمل ده نص كيلو قمح بليلة أهو. هعمل هنقعه بس شوية، بعد ما نقعه شوية هعلق عليه ويستوي. هنعمل بليلة منه ونعمل عاشورة. بتحب هنا البليلة وفي ناس بتحب العاشورة، فأنا هعمل النص كيلو ده. هو ده نص كيلو، طبعا هيرمي معانا كتير قوي، فهننقعه هغسله ونقعه ونرجع بعد ما ننقعه ونغسله ساعة ولا ساعتين. هنبدأوا مع بعض نحطه على النار. هنشوف مع بعض بعد ما يتنقع هنعمل فيه ايه. بعد ما نقعناه، بعد ما نقعنا القمح اهو، علقنا عليه على النار. وبعد ما يفشر بقى، هو لسه بصوا كده انا مولعه عليه النار لسه دوبك دلوقتي. اول ما يستوي هيقعد على النار حوالي ساعة، ساعة ونص يستوي يفشر كده. بعد كده بقى هنحط اللبن. اما يستوي هوريهولكم اهو. البليله اتفشرت زي ما انتم شايفينها كده، بصوا شايفين. هناخد بقى حبه كده بقت بليله. اللي عايز بقى يحط في كوبايه ويحط عليها لبن وسكر كده، خلاص البليله خلصت. تمام، احنا لحد كده عملنا بليله اهي. البليله اهي خلصت، ونصبها في كوبايه ونشوفها مع بعض. اهي البليله حطيناها في كوبايه، نحط عليها بقى لبن كده. احلى بليل واحلى فطار واحلى عشاء كمان. يعني اللي عايز يفطر يتعشى اهي البليله باللبن كده. بقى البليله باللبن خلصت معايا. خدت حبه وضربتهم في الخلاط اهو. اهي دي بقى كده العاشوره مع بعض. بعد ما سلقناها وضربنا نصها في الخلاط هنحط اللبن. يعني انا عامله بتاع ربع كيلو قمح عاشوره يعني، فحطيت كيلو لبن. هنسيبها تغلي بقى في اللبن شويه. بعد كده هنحط عليها معلقتين بس نشا، او معلقتين بالظبط، وندوبهم برده في حبه لبن، ونحط كريم شانتيه والسكر ونشوف مع بعض. هنكمل مع بعض. جبنا في الكوبايه هنا معلقتين نشا على معلقتين كريم شانتيه، وهنحط حبه لبن او ميه عادي. هندوبهم دوبنا في الكوبايه كريم شانتيه مع نشا اهو. وهننزل بقى بالتقليب. اول ما النشا يلف بس كده هنحط سكر وحبه فانيليا وخلاص كده هنكبها في الطبق كده. بقى هنحط السكر. انا حاطه بصوا كوبايه سكر. اللي عايز سكر اكتر من كده طبعا هيحط، بس انا بحبها دلع شويه كده. بس السكر هيدوب ونغرفها في الطبق. بس انا نسيت اقول لكم ان احنا بس هنحط ظرف فانيليا او ظرفين او فانيليا سايله، اللي عنده دي او دي عادي. ونشوفها بقى بعد ما نغرفها في الطبق ان شاء الله. كده صبينا العاشوره. اللي عايز بقى يحط على وشها مكسرات يحط على وشها قرفه. اللي عايز بقى يحط اي حاجه بيحط بمزاجه، بس احنا بنحبها ساده كده. ولو عندي جوزة الهند بحط على وشها بتبقى جميله. ودي مش الكميه كلها على فكره، دي مش الكميه كلها على فكره، في تاني، بس انا حبيت اصور لكم الشكل بس. والطعم طبعا حلو جدا. حبه كريم الشانتيه بيدوا طعم وبيعززوا الطعم يعني. واللي مش عايز هيحط نشا بس وفانيليا وخلاص. وبألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.